يا اخوانا ده كان فيلم اكشن والابطال كلها نازله عماله تضرب في بعض، مفيش حد قال للتاني جود مورنينج جود ايفنينج، الكل نازل وبيقول مساء الزفت على دماغك. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قرروا ان هم يلعبوا بدون فرامل. لأجل تلك المباريات نعشق كرة القدم، لأجل تلك المباريات نحس إن كرة القدم لسه موجودة. اتنين مدربين بيحبوا الكرة الهجومية، طبيعي إن هم يطلعوا الحلويات والبسبوسة اللي كنا قاعدين بنتفرج عليها دي مش مباراة، دي ملحمة. ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ هتفضل ملحمة عظيمة جدا، وهيفضل اليوم ده مهم، لأن اليوم ده أثبت لنا إن كرة القدم الجميلة لسه عايشة، ولسه في مدربين بيحبوا الكرة الهجومية. أي نعم ما بيأثر معاهم دفاعيا، بس بصراحة ده المنتج اللي احب اتفرج عليه. ده المنتج اللي مفيش افكار تكتيكيه محندقه، ولا في مدربين بيدوروا على ان هم يقفلوا مساحات. لا يا باشا، انت هتهاجم انا ههاجم، انت هتستفاد من قوه هجومك وانا هستفاد من قوه هجومي، ويلا اللي يقدر على التاني هجوميا. انما بقى موضوع التكتلات والحوارات دي، واصل كره القدم لعبه مساحات ومساحات ضيقه، لا فكك من الشغل ده. برشلونه وجمهور ريال مدريد شو هاد؟ العيال كبرت، في ناس عم تقدم كرة قدم خيالية، لازم نحن نغار. أنا عندي 15 أبطال مدريدي، والله غرت من هذه المباراة. بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، شو هالمباراة اللي قدمتوها؟ مباراة ما في حدا بالكون إلا تمنى تخلص بكرة الصبح. مباراة من أجمل ما يكون، من أحلى ما يكون، أهداف، هجمات، لعب مفتوح، لا في ضاعت وقت. الثنائيات كفارة، شو عم تعمل يا كفارة؟ شو عم تلعب يا الله؟ اوليسيه وثنائيته مع نونو مندش شواد، حكيمي ومعه لويس دياز، ما بعرف عبد الحميد ولا مين. فريقين عم يقدموا مباراه كامله الدسم، من اروع واجمل ما يكون. فعلا شكرا يا بايرن ميونخ، شكرا يا باريس.